دي ماسكه في بعضها. فهل هتعرف تتحرك البارتكلز؟ هتعرف، لان انا كنت قايله لك في الاول ان الماتر لازم البارتكلز بتاعتها تكون في حركه مستمره. حركه بقى اه. عاليه او قليله ده اللي بتحدده هي بتاخد طاقه ولا لا. فانا هنا هيبقى شايف كده لما بقى ايه، لما بعلي النار وبحط كده الووتر. تعال نشوفها من الاول تاني. اهو جبت الايس وسخنت. شايف الثرمومتر بيحصل له ايه والبارتكلز بتتغير شكلها ازاي؟ اه. يعني انا مثلا شوف البخار، فبدات اكون يعني مثلا ده سوليد اهو وهو ايس. شايف شكله بقى لما بقى ووتر بقى فيه مور سبيسز، ودرجه الحراره زادت. لما درجه الحراره تزيد اكتر هيبقى جاز او في ووتر فيبر. هتبدا الجزيئات تبعد عن بعضها اكتر. اه. ماشي. النوتس بتاعتنا ان الكلفن سكيل بحدد من خلاله التمبريتشر اوف ذا انترناشونال سيستم يونتس، زي ما كنت لسه قايله لك.